السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال، وكنرحب بكم مرة أخرى، وكنرحب باللي أول مرة كيشاهد القناة. مرحبا بكم وألف مرحبا، نورتوني وشرفتوني في القناة اللي هي قناتكم في كل ما يفيد. كنتمنى تكون هذه الوصفة اللي جبت لكم اليوم منفعة، واللي يدخل القناة على أساس الشفاء الله يشافيه والله يعافي جميع المسلمه. هاد الوصفه ديال الكحه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه بزاف، هاد الوصفه دقه بطله وفي ايام معدوده غادي تحيد منك الكحه، ما تبقاش فيك غير بهاد الوصفات البسيطه اللي متوفرين في اي دار. الكحه اللي كتجرح لك الحنجره ديالك، اللي كتخليك ديما غادا كتكحي جاي كحي لمرضك صحتك، هذه هي الوصفه اللي غادي تحيدها لك في ايام معدوده وفي اسرع وقت وباحسن مكونين اللي متوفرين في اي دار. وما عمرك غتلقى المقادير اللي عندي في هذه الوصفه. عندي هنايا الزيت البلديه اللي معروفه غنيه بزاف للصدر، يعني كتجبر لك الصدر بمعنى الكلمه. وعندي هنايا سكينجبير اولا زنجبيل اللي يكون مطحون على يديك، تاخديه بيدك وتطحنيه، ولا كان عندك خضر من احسن. واهم حاجه في هذه الوصفه هو هذا زيت السمسم اولا الزنجلان اللي معروف بزاف فيه البروتينات وفيه المغنيسيوم واحماض الامينيه. زيت السمسم معروف من اهم الزيوت اللي تتعالج الحكه. وعندي هنايا الحبه السوداء اولا حبه البركه اولا السانوج اللي كل واحد باش كيسميها. المهم حنا هنا في المغرب كنقولوا له السانوج، اللي انا شديته وطحنته باش نقدروا ناكلو وحنا مرتاحين وما يزيدش يجرح لينا الحنجره ديالنا. غير بهاد المكونين غادي تهني من الحكه بصفه نهائيه. كنقول لكم السانوج ضروري تطحنوه باش يسهل عليكم الهضم ملي تبغيو تاكلوه بالمعلقه. ما تخليوش حبيبات باش ما يجرحش لكم الحنجره، اللي حنا الهدف ديالنا هو نداويو هذاك الكحه اللي مرضاك في صحتك ديما ديما ديما. الوصفه كيف ما غادي نوريكم بالسهله وبسيطه، وغادي تستغني على جميع الادويه. غناخذ معلقه تاع حبه السوداء ولا السانوج، معلقه كبيره. انا هنا عندي معلقه صغيره، غناخذ 2 المعالق. هاد الوصفه غادي تهنيك من الكحه، كنقولها لكم ونعاودها. الاخت اللي مجربه هاد الوصفه دقه بطله كترحم وكطلب وتشكر على حساب دواتها وكمدت ليها سرها. من بعد غادي ندير معلقه زنجبيل اولا سكينجبير، كل واحد كيفاش كيسميه، ومعلقه صغيره. وهنايا غادي ناخذ غير معلقه صغيره ديال الزيت البلديه. الزيت البلديه كتكمد لينا الصدر. المهم الزيت البلديه غير كتلعب واحد الدور صغير في ازاله الكحه. هنايا اللي كيلعب دور كبير هو هاد الزيت السمسم اللي هو مهم بزاف للناس اللي عندهم الحنجره مجروحه ولا اللي عندهم الكحه. اهم زيت راه احسن من الزيت البلديه. هاد الزيت كما قلت لكم من قبل راه فيه المغنيسيوم واحماض الامينيه، يعني زيت السمسم راه معروف من اهم الزيوت اللي كتعالج الكحه. خلينا من زيت البلديه. الزيت البلديه تقدري تدهني بها صدرك، تقدري ديريها يعني دهنيها خارجيه اما ماشي تاكليها. اما زيت السمسم الا كانت فيك الكحه الله يجعلك من تاكلي غير معلقه من زيت السمسم، الكحه كتمشي بصفه نهائيه، ما كتبقاش عندك. غتحيدي الدويات كاع اللي عندك، كلشي غادي تحيديه غير بهذه الوصفه البسيطه اللي معروفه وجد فعاله. غير من التخليطه ديالها باينه بانها فعاله. كتاخدي معلقه وحده كبيره على الريق، يعني من تنوضي الصباح قبل ما تفطري قبل ما ديري حتى شي حاجه وانت فيك الكحه غادي تشربي معلقه عامره بحال هكا كبيره على الريق. وغادي مره اخرى ان شاء الله يعني بحال غد الليل عاوتاني غتاخدي معلقه اخرى، ومن بعد 3 ايام غتاخدي معلقه. واخا ملي غادي تاخدي غير المعلقه الاولى راه غادي تهدن عليك ديك الكحه، ما غاديش كاع تحتاجي انك تزيديها مره اخرى. ولكن واخا هكاك من ديري هاد المعلقه وتشوفي راسك بريتي ما تحبسيش، واخا هكاك زيدي يعني تتقتلي ديك الكحه بصفه نهائيه. يعني ماشي غير تاكلي معلقه وتشوفي راسك بريتي صافي وتحبسي، لا دوميها على الاقل غير 3 ايام او 4 ايام وغتشوفي الكحه كيفاش غادي تهدن عليك بصفه نهائيه وفي اقرب وقت وفي وقت معدود. كنتمنى منكم تجربوها، اللي فيه الكحه واللي كيعاني من الكحه وقت طويل غتجربيها وغادي تشوفي النتيجه كيفاش غادي تبهرك وغادي
تطلبي مني الشكر، وانا طلبت انا الشكر من الناس، اللي الاخت اللي عطاتني هذه الوصفه اللي عالجتها بصفه نهائيه.